تخيل معايا المشهد ده، كورة 22 لعيب، ملايين الناس قدام الشاشات. سؤال بسيط بيطرح نفسه، هو مين اللي اخترع كرة القدم؟ وهل كان متوقع انها تبقى اللعبة الاولى في العالم؟ النهاردة هناخد جولتنا السريعة في تاريخ كرة القدم. نرجع بالزمن آلاف السنين قبل انجلترا وقبل اوروبا كلها. في الصين القديمة تحديدا من اكتر من 2000 سنة كان في لعبة هناك اسمها سو تشو، كرة من الجلد تشاط بالرجل، والهدف انك تدخلها في فتحة صغيرة. اللعبة دي كانت تدريب للجنود مش تسلية خالص. بعد كده يا صديقي في روما القديمة ظهرت لعبة اسمها هاربستون، كورة بس من غير قوانين تقريبا، يعني الضرب مسموح، الدفع مسموح، واي حاجة تمشي. يعني كرة القدم كانت لعبة خطيرة وغير سلمية، وما ينفعش تتلعب بين العيلة. وهنا دخلت انجلترا على الخط. نقف هنا شوية. في انجلترا في القرن التاسع عشر الناس بتلعب كورة، بس كل مكان بقانون، في ضرب، في شد، في خناقات. بس في سنة 1863 تأسس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، وأول قرار كان واضح: ممنوع المس، ممنوع الضرب، اللعب بالرجل فقط. وهنا اتولدت كرة القدم الحديثة. بعد القوانين الجديدة حصل انقسام. ناس قالت احنا عايزين نمسك الكورة ونخبط ونضرب ونعمل اي حاجة، وراحوا عاملين ايه؟ لعبة اسمها الرجبي اللي هي الامريكان فوت. وناس قالت لا، لعبة هادية، ودول اللي عملوا كرة القدم. بعد كده البحارة الانجليز والتجار والجنود نقلوا اللعبة لكل حتة في العالم، ودوها اوروبا، ودوها امريكا الجنوبية، افريقيا، الشرق الاوسط. والكوره في مرمى، بقى في حكم، بقى في جمهور. وسنه 1904 اتاسس الاتحاد الدولي لكره القدم، الفيفا. في سنة 1930 كان أول كأس عالم، ومن اللحظة دي الكرة بقت أكتر من لعبة، بقت فرحة، بقت زعل، بقت انتماء، مباراة تقدر تغير مزاج شعب كامل. واتحولت بعد كده من لعبة لصناعة. مع الراديو وبعده التلفزيون الكرة دخلت البيوت، فلوس، اعلانات، نجومية. اللعبة الصغيرة بقت صناعة عالمية. ليه نجحت كرة القدم؟ سبب بسيط: لأن الكرة سهلة، عادلة في بدايتها، وتدي أمل لأي حد. أي حد ممكن يلعب، الفقير جنب الغني ممكن يكسب، وأي هدف ممكن يغير كل حاجة. كرة القدم ما كانتش اختراع واحد، كانت رحلة طويلة من لعب جنود للعبة شعوب، ومن شارع صغير لملاعب جمع العالم. وعشان كده كورة مش مجرد لعبة، دي حكاية بشر. أشوفكم بكرة إن شاء الله.